أهلا وسهلا بحضراتكم، إليكم أهم أخبار الكورة. تعليق أبو تريكة على فوز مصر على أفريكانز 2-0. علق كابتن محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بن سبورت القطرية على فوز الأهلي على أفريكانز. وقد نجح الأهلي المصري في تحقيق الفوز على فريق يانج أفريكانز التنزاني في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب برج العرب. المباراة جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا 2026. ملخص ونتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2026. واستطاع الأهلي انتزاع الفوز أمام يانج أفريكانز، وذلك بنتيجة 2 دون رد. شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تبادلا للسيطرة بين الفريقين، حيث حاول يانج أفريكانز مباغتة الأهلي دون جدوى، قبل أن يبدأ الأهلي في فرض أسلوبه الهجومي تدريجيا. وفي الدقيقة 45+3 من زمن الشوط الأول، تمكن محمود حسن تريزيغيه من تسجيل الهدف الأول للأهلي، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، حاول يانج أفريكانز العودة في المباراة وتسجيل التعادل، لكن الدفاع الأهلي وتصديات حارسه حالت دون ذلك، فيما واصل الأهلي السيطرة على مجريات اللعب. وفي الدقيقة 75 عاد تريزيغيه للتألق مجددا، مسجلا هدفه الثاني في المباراة، ومنح الأهلي الثقة الكبيرة نحو الفوز، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الأحمر ب2 دون رد. ومن ناحية أخرى، علي حضراتكم ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2026. بهذا الانتصار تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز التنزاني الوصيف، ومؤكدا مكانته كأحد أبرز المرشحين للتأهل في البطولة. الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري يحتلان المركزين الثالث والرابع في المجموع بنقطة يتيمة، وسيلتقيان السبت. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.